معلقة واحدة منه قبل الأكل بساعة، أو أي سلطة بتعمليها هتضيفي منه معلقة عليها. بيحسن جهازك الهضمي وبيحسن مزاجك، وفيه فيتامين سي وحديد، وبيقلل الكوليسترول الضار، وبيساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم. ولأنه غني بمضادات الأكسدة بيقلل الإصابة بالأمراض المزمنة زي تصلب الشرايين والجلطات وأمراض القلب والسرطان. تعالوا بقى نعمل مع بعض محمر الملفوف. هتجيبي كرومبة اللي هي كرومب السلطة الأحمر ده، وأول حاجة هتشيلي الطبقة الخارجية اللي من بره وهتشطفيها، وهنشيل الراس اللي من بره دي، وبعد كده هنقطعها 4 أرباع، وهنشيل القصبة اللي في النص جوه دي. وهتضيفي ملح على حسب حجم الكرومبة بتاعتك. أنا كانت الكرومبة تقريبا تيجي كيلو كده، فضفت لها معلقة كبيرة مهرمة من الملح الخشن، وفضلت أفرك فيها جدا لحد ما اضطر وبدأ ينزل مية منه كده. بعدين بكبسها ببطرمانات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، أهم حاجة يكون بطرمان إزاز معقم. وكبستها لحد ما المية طلعت زي ما انتوا شايفين كده، وكمان لما حطيتهم في الآخر دوست عليهم برضو بكوباية علشان أتأكد إن هو مكبوس جامد. وهتجيبي كيس تلاجة هتطبقيه وهتحطيه بين الغطا والبطرمان، وهتقفلي عليه كويس قوي. هتحطيه في ضرفة المطبخ في مكان مظلم لمدة من 4 ل6 أيام، وكل يوم هتمسكي البطرمان كده ترجيه وتحطيه مكانه تاني. وهنا شكله كده بعد ما قعد 6 أيام عندي كان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتاخدي منه معلقة قبل الأكل أو هتضيفيها على السلطة. ولما بتعدي أيام التخمير اللي هما من 4 ل6 أيام وتفتحيه، لازم بعد كده تشيليه في التلاجة عشان تحافظي عليه مدة أطول. ولو عجبكم الفيديو وشايفين ده محتوى مفيد، ما تنسوش تعملوا لايك ومشاركة للفيديو عشان تحفظوا